صباح الخير، شلون الحبايب والأصدقاء؟ هذا فيديو توضيحي جديد بخصوص استراتيجية بمجال الاستثمار بالعقارات. نبذة بسيطة عني. أنا اسمي حيدر، عقاري ومستثمر بولاية كاليفورنيا. أستثمر بغير ولايات لكن لايسنس بكاليفورنيا. دائما أسوي هذه الفيديوهات البسيطة، أحكي وأشرح فد نبذة بسيطة عن العقارات وعن الاستثمار بالعقارات، لأن هواي ناس ممكن عندها مبالغ بسيطة يريدون يستعملوها بالمجال الاستثمار، بس ما يعرفون شلون يبدون، ما يعرفون من يبدون، ما يعرفون من اللي يقدر يساعدهم، شنو أفضل طريقة استثمارية، شلون يستثمرون، أو شلون يستثمرون بفلوس بسيطة. يعني ممكن عندك فد مبلغ بسيط 10,000، ممكن عندك 20,000 دولار تريد تستثمرها وتبني فد مجموعة بيوت ويجيب لك إيجارات. خل أشرح لكم على الاستراتيجية اللي أنا أسميها بر ميثود. طبعا هي كلمة أمريكية. بر ميثود، بر هي اختصار لأربع كلمات، 5 كلمات العفو. بر إنه كيف أنت تشتري بيت، ترجع ترممه وتسوي له إعادة تمويل، تخلي لك مؤجر، وبعدين تعيد العملية. فخلينا نبديها نبسطها. بر اللي هي بي يمثل كلمة باي، اللي هي باي شلون تشتري البيت. طبعا انا ذكرتها في فيديوهات سابقه. احنا نشتري البيت بديسكاونت، ناخذه يعني تحت قيمه السوق، اقل شيء 40-50%، حتى من نرممه ونرجع ناجره يجيب لنا كاش فلو، يكون الايجار اكثر من قيمه المورجج والمصاريف مال البيت. اقل شيء احنا نسويها دبل، يعني نضاعف الايجار، يكون اقل شيء يجيب لنا ضعف مصاريفنا، ندفع مصاريف مال البيت يسدد نفسه، وبنفس الوقت الباقي كاش فلو بجيبك. فهاي تكون الطريقه الناجحه. اذا ارقامك عاليه من بدايه المشروع راح تخسر وما راح تسوي كاش، وسويناها قبل وخسرنا، هسه تعلمنا من اخطائنا. فلهذا اسوي فيديو تعليمي حتى الناس ما تخطئ مثل ما احنا قبل سويناها. فباي شلون تشتري للبيت. بعد ما تشتري للبيت، اول ار اللي هي رينوفيشن ريهاب. الرينوفيشن هو الترميم، شلون ترمم البيت. احنا ماكسيمم اكثر شيء شهر ونص الى شهرين البيت لازم كامل. الكونستراكشن اللي الشركه اللي تخليهم يرمموا لك البيت لازم ما يعبرون اكثر من 8 اسابيع، ينطوك المفتاح البيت جاهز. طبعا انت حسب ذوقك وحسب الامكانيات اللي عندك. بس فلوس التمويل مال الريهاب، احنا دائما من نشتري البيت نستعمل 10% كاش، 90% لون استثماري، نصح له هارد ماني لون. شركات استثماريه تنطيك اياه بانترست جدا عاليه. بس هسه راح اوضح لكم الفكره شلون هاي الانترست العاليه انت تخلص من عندها وما تخسرك وتاكل الارباح مالتك. فيمولونك بالبدايه، انت تقدم 10%، الشركه الاستثماريه يعطوك 90%، وينطوك بالاضافه لهذا 100% فلوس الريهاب، فلوس الترميم هم يقدموا لك اياها. مهما كانت فلوس الترميم الرقم العالي او يكون رقم عادي، يمولوك اياها، يكيفون ينطوك الفلوس لانه ياخذون عليها ارباح عاليه. فالطريقه الثانيه قلنا اول ار اللي هي بي ار 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 ار، 4 ارات. اول ار رينوفيشن اللي هو الترميم. ثاني ار اللي هي ريفاينانس. شنو الريفاينانس؟ شلون تسوي له اعاده تمويل، لان انت تريد تسوي بنك عادي ابو 30 سنه المورجج مالتك حتى يسدد الشركه الاستثماريه القديمه. الشركه الاستثماريه اللي يعطوك اياها بانترست عالي، ممكن الانترست يكون 10%، 11%، ممكن 12%. بس انت اول ما خلصت الترميم مباشره تسوي ريفاينانس. هاي ثاني ار اللي هي ريفاينانس. شنو الريفاينانس؟ تسدد الشركات الاستثماريه، تسدد اللون مالتهم، باي اوف. بعدين راح يكون عندك مورجج عادي ابو 30 سنه. فهاي ثاني ار. ثالث ار رنت، لازم تجيب لك مؤجر. رنت تجيب لك تننت. الرنت ثالث ار اللي هي الار الثالثه، رنت تجيب لك مؤجر. المؤجر راح، لانه ارقامك اللي دخلت بيها من البدايه ارقام رخيصه، البيت اخذته رخيص، الايجار راح يكون تقريبا ضعف المورجج والمصاريف مالتك. يعني اذا المورجج والمصاريف مالتك 2000 خلينا نقول 1200، كون الايجار مالتك يجيب 2400. اذا ارقامك من البدايه صحيحه راح تسدد المورجج، تسدد التاكسات والضرائب مالتك والفوائد، وراح تزود لك
1200 بجيبك. فراح تكون عندك ويجل روم، راح تكون عندك مجال تقدر تسوي بيه ارباح. الار الرابعه اللي هي ريبيت، خلص انت هسه صار عندك مؤجر. الار الرابعه شو تسوي؟ تعيد نفس السيناريو بين ما يخلص، بين ما تجيب لك مؤجر. انت هسه حاليا شو تسوي؟ تدخل على بيت ثاني تسوي نفس الطريقه. راح تقول بس انا ما عندي فلوس، انا كان عندي بس $10,000 على سبيل المثال وخليتها بهذا البيت. انت من سويت اعاده تمويل تعرف انت قيمه البيت صعدت. قيمه البيت صعدت لان انت رممته، ضفت فاليو، صعد قيمه البيت. من على سبيل المثال كان البيت قيمته 50,000، انت رممته ب20,000 صار عليك ب70,000، بس صعدت قيمه البيت ب110. هسه انت عندك 30-40,000 اكويتي، ما تاخذها كلها ويصير عليك المورجج مالتك عالي. تاخذ فقط ال10,000 اللي دخلت بها بالبدايه ك10% مقدمه حتى تستعملها بالبيت الثاني، وهكذا. فبر ميثود، خلوها ببالكم، بر ميثود. تقدرون تكتبوها باليوتيوب، تقدرون تكتبوها بالجوجل، بالتشات جي بي تي، BRRRR، بر ميثود. طريقه بسيطه حلوه من البدايه. هاي الطريقه تخسرك او تربحك حسب دخولك للبيت. اذا اشتريت البيت بسعر غالي، بر ميثود ما راح تنجحك، راح تخسرك هواي فلوس لانه الكاش ما راح يجيك عن طريق الايجار. اذا بر ميثود تشتري البيت بسعر رخيص، لا والله اذا البيت رخيص اخذته مثلا قيمته 50% تحت قيمه السوق، انت هنا ذهب ترمم البيت وترجع تأجره وتسدد الاستثمار وراح يجيك كاش، لانه انت من البدايه مشتري بيت رخيص. فبر ميثود طريقه ناجحه. تتطلب شغلتين، تتطلب 10% مقدمه وتتطلب كريدت سكور بسيط بسيط، يعني مو باد كريدت، حتى لو فير اتس اوكي. واللي عنده استفسار تواصلوا وياي على الخاص، وانا عندي استعداد اشرح لكم تفاصيل اكثر بهالموضوع. تحياتي، حيدر.